بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنعمل كبسة، بس كبسة بالفراخ مش كبسة باللحم، بخطوات جديدة وبفكرة جديدة. بس النهاردة طبعا قبل ما نبدأ الحلقة بتاعنا زي ما احنا متعودين إن أنا أجيب واحد عزيز عليا أتكلم عليه إن هو له مواقف معايا أو له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. النهارده قررت ان انا اتكلم عن واحد عزيز عليا قوي 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 قوي، فلازم البس له لبس الشيف دوت واكون رسمي قوي قوي قوي، لان هو يعتبر الشيف اللي مثلي الاعلى، هو مثلي الاعلى في الطبخ. فلازم البس له كده رسمي، زي ما في الجيش كده مثلا لما تروح تقابل حد قائد كبير كده او حد كبير تلبس له ميري كده وتبقى واقف متشبث. فانا بقى لابس الشيف دي احتراما لقيمته في نظري، وهو أعز أصدقائي اللي في الصورة عشرة كم سنة انت رجولة وصاحب صاحبك حسن. الشيف جمعة حسن ده من أعز أصدقائي، وقضينا الطفولة مع بعض، وكنا دايما بنلعب مع بعض ولنا مواقف جميلة مع بعض. وكنا أيام زمان كده كان أي حد يخش ياكل في بيت أي حد، بنلعب نخش هنا ناكل، بنلعب نخش هنا ناكل. فهو له عندي حاجة مهمة أوي، قلت له إن انت ليه اخترت الطبخ دوت اصلا؟ يعني ده الطبخ ده يا عمي ده بتاع ده بتاع الستات يا عم، انت اخترته ليه؟ فقال لي يا عاطف الطبخ ده فن، لو ما عملتش الطبخ ده ما تحسش انك فنان. لو عايز تبقى رومانسي اطبخ، لو عايز تبقى فنان اطبخ. فبقول له ازاي يعني؟ قال لي عايز تبقى رومانسي اطبخ، لانك انت اما تحب حد هتخش تعمل له اكله بحب. فاستغربت من الكلام. قال لي عايز تبقى فنان اعمل طبخه، فنن، حط ده على ده على ده وشوف هيطلع ايه في الاخر. ما عجبكش اعمل دوت. وعلمني حاجه اعملها في البشاميل انا ما شفتهاش في شيف قبل كده. فانا عشان كده بصراحه يعني هو اللي حببني في الطبخ من الاخر، خلى الطبخ ده بالنسبه لي حاجه مهمه وسهله. فقررت انني اتعلم الطبخ واطبخ واخش في الطبخ. فدي اقل حاجه اقولها له. فبقول له شكرا يا صديقي العزيز. تعال بقى خلينا نتكلم في المهم. تعال. رجعنا لكم تاني علشان نبدأ في عمل أكلتنا النهاردة، كبسة بالفراخ. مكوناتها الأول فراخ اهيت، تبلناها في تتبيلة زي تتبيلة البانيه. تتبيلة البانيه ديت هي عبارة عن ايه؟ نقولها مختصرة سريعة. بتجيبي كام فص توم، على بصلاية، على طماطماية، على قرن فلفل، على قرن شطة حمرا، على معلقتين خل، على عصرة ليمون، على شوية فلفل اسمر، على بهارات، على كاري. واضربيهم كلهم مع بعض كده في خلاط او في كبه او في اي حاجه لحد ما يبقوا عاملين زي الميه او العصير كده. وتقومي قلبهم على الفراخ وحطها فيهم وتنقعهم يجي 4 5 6 ساعات، ولو قدرت تبيتيهم لتاني يوم يبقى افضل عشان تشرب من التتبيله. الفراخ طبعا زي ما انتم شايفينها قدامكم اهيت، اهي من التتبيله، والتتبيله باينه اهيت، وقعدت في التتبيله دي يجي 6 7 ساعات. معانا بطاطستين اهمت عاملين صوابع زي ما انتم شايفينهم كده، وفلفل اخضر، ودي بصل وفصين توم، ودي البهارات بتاعنا اهي قدامكم. بتتكون من ايه؟ عود القرفه اهو، عود قرفه، ورق لورا، 7 بهارات، بابريكا حمراء، كركم، فلفل اسمر، كاري، حبهان، واللومي اللي هو ليمون المجفف. ناس كتير اللي بتعرف ان هو ليمون مجفف هو اسمه اللومي. ممكن تستغني عنه، ما تحطيش اللومي دوت لو انت مش عايزه تحطي اللومي. لو انت مش عايزه تحطي اللومي ما تحطوش، بس هو بيتحط عشان يدي مزازه كده او في الاكل. هم عيالي طالبونه، بس انا يعني مش بحبه قوي على الاكل لان بحس ان هو بيغير كده. بس انا حطيته لان هو محتويات الكبسه. ده الرز بقى، بس رز بلدي من بتاعنا مش رز بسمتي، لان ولادي قالوا لي يا بابا احنا مش بنحب البسمتي، عايزينك تعمله لنا بالرز البلدي.
فهجربه النهارده اهو بالرز البلدي، الرز بتاعنا العادي، حتى يعني بدل ما تروحي تشتري كيلو بسمتي ب 70 80 جنيه بالرز اللي موجود عندك، وهيدي نفس النتيجه، لان هياخد نفس الطعم وهيطلع بنفس الايه الفكره. رز عادي اهو من بتاعنا اهوت، رز عادي خالص خالص خالص. وهنبدا دلوقتي وهنقول بسم الله. هنخش على الفراخ، هنديها الاول. الفراخ هنخش بيها الاول نديها صدمه على النار في تشويحه مع بصل وفص ثوم، علشان تدي طعم وريحه وتظبط اكتر في الاكل. بعد ما هدي صدمه للفراخ نرجع نكمل معاكم تاني. 3. ورجعنا لكم بعد ما ادينا صدمه للفراخ. الفراخ قدامكم اهيت بعد ما خدت الصدمه مع بصلايه وتومه اهيت بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، عشان ما يبقاش فيها لا ريحه زفاره ولا اي حاجه. وتبقى دي افضل طريقه للزفاره، تشوحيها في بصله وتومه من غير اي حاجه لغايه ما تنزل ميتها ودمها وكده. دلوقتي هنخش يلا على البوتاجاز نعمل الخلطه او التجهيزه بتاعه الرز البسمتي. يلا بينا. 3. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا اهوت بعمايل الرز البسمتي الكبسه. اول حاجه هننزل بيها البصله اهي، وهنشوح لحد ما تتحمر. 3. طبعا دلوقتي اهوت اول ما بدات تصفر يا جماعه هننزل بالفلفل اهو، الفلفل الاخضر اهو قدامكم دلوقتي. وبعد ما نزلنا بالفلفل وادينا له تقليبه اهي بسيطه، هننزل بالبطاطس برضه تتحمر معاها اهي. اهي البطاطس لازم تتشوح كده كانها ايه تتحمر اهي. تمام. وبعدين هننزل فصين توم اهمت بنقطعهم حتت صغيره. تمام. وهندي تقليبه اهوت وهنشوح لحد ما البطاطس تتشوح، وبعدين نحط عليها ميه سخنه نشوفها بقى بعد ما تتشوح. دلوقتي البطاطس اهيت بعد ما اتشوحت مع البصله، ودي التوابل اهي، التوابل كلها هننزل بيها كده اهوت على بعضها اهي. تمام. وبرده هنديها تشويحه اهي زي ما انتم شايفين المنظر دوت اهوت، تشويحه كده مع البطاطس والبتاع اهي. تمام. وبعدين ننزل بالميه اهي زي ما انتم شايفين دلوقتي. الميه اهي. دلوقتي هحط الرز اهوت عشان هنشوحه الاول. الرز يا جماعه لازم يتشوح الاول علشان ما يعجنش في بعضه. هنشوح ونجيلكم بعد التشويح. دلوقتي يا جماعه بعد ما شوحنا الرز اهوت علشان ما يعجنش ويعمل غلاف عليه، ان هو يكون في غلاف على الرزايه عشان ما تعجنش، هنشيل طبعا ورق اللورا دوت اهو، وهندي بقى طبعا تقليبه اهي. فاحنا دلوقتي شوحنا الاول الرز علشان نعمل تغليفه على الرزايه علشان الرزايه ما تعجنش، وهنغطي ونشوفها بعد ما تخلص هنبقى هنعمل ايه. طبعا رجعنا لكم بعد ما عملنا الرز، شوحنا الرز الاول علشان يعمل غلاف على الحبايه، وحطينا عليه السوس اللي احنا عملناه لحد ما اتعمل زي ما انتم شايفين قدامكم كده. الرز اهوت هو رز نصين، نص لون ونص لون. وحطينا الفراخ ودهناها اهوت بصوص برضو علشان تتحمر زي الفراخ المكسيكي، وهناخدها دلوقتي ونخش بيها على الفرن. رجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما حطيت الصينيه في الفرن، وهتلعب بمنظرها اهي زي ما انتم شايفينها، متحمره تحمير جميله اهيت، والبطاطس على الوش والرز. دلوقتي هنسيبها بقى لحد ما نغرفها ونشوف شكلها في الغرف في الاخر. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما دخلنا الرز الكبسه الفرن وطلعناها من الفرن، وهو ده الشكل العام معاها. وطبعا زي ما انتم شايفين لون الرز لونين ازاي زي ما انتم شايفين طبعا. وطبعا
دلوقتي ام احمد هتشيل قصادي الصينيه اهيت. الصينيه قدامنا اهي. الشيف ام احمد اللي انا ما بعرفش اعمل حاجه من غيرها، وبحاول ان احنا نقدم لكم حاجات بسيطه. هي الكبسه هيت ما هي بس الا توابل. انا عاملها المره دي بالرز المصري البلدي بتاعنا، مش برز بسمتي، لان اولادي طلبهم ان انا اعملها لهم بالرز البلدي. قالوا لي يا بابا احنا مش عايزينها برز بسمتي. عملت لهم الرز اهو لونين زي ما انتم شايفينه طبعا، والفراخ كلهم، وحتى الرز اتشوى في الفرن. هو كمان الرز نفسه دخل في دخل الفرن. طبعا يا رب نكون انا وزوجتي في فيديوهاتنا خفاف عليكم، ونشوفكم دايما على خير يا رب. وصفات جديدة ووصفات تكون سهلة وبسيطة على قلبكم. وكل سنة وانتم طيبين. وام احمد تقول ونشوفكم دايما كده يا رب على خير، ويا رب نقول اعجابكم في اي حاجه. ما تنسوش بقى يا حبايبنا اللايكات والاشتراكات والاعجابات بقى، يعني ايه. معاكم شيف عاطف ابو سليمان ام احمد، مع السلامه.